أهلا بك، أتمنى تكونوا بخير. النهارده هاشارك معاكم الشنط اللي أنا باستعملها، وأول شنطة معانا من شركة رحالة فئة سعر 900 جنيه، ودي أنا مشتريها عشان أحط فيها التابلت والموبايلات وحياتي الشخصية لما أكون رايح شغل في مكان راقي، يعني زي مثلا الفنادق، فبحط فيها التابلت بتاعي اللي هو 12 بوصة مع الموبايل والمحفظة وهكذا. دي طبعا سعرها 900 جنيه من شركة رحالة، والخامات جلد. نفتحها أو نشوفها مع بعض. السوستة راقية وعليها كلمة رحالة، هنا لوجو رحالة. طبعا في موديل أحلى من دي بس أقل، فما كانش هيشيل التابلت. ده أول جيب، في سوستة في الخلف. أنا طبعا شلت الأوراق، مش حاططها حاليا. ده أول جيب. طبعا دي رقية، لأن أنا ساعات بحب أروح أو بيكون عندي شغل في أماكن زي الفنادق مثلا، فبحب أروح بحاجة تليق بالمكان. يعني الفندق أروح بيه بالتابلت والموبايل، ده أحط فيها التابلت أنا وبعرض شغلي. ده من الداخل. هنجد هنا في سوستة كبيرة، مش عارف باين ولا لأ، بس هنا في سوستة كبيرة وهنا في جيبين. بس هي يعني ما فيهاش سوستة ورا، سوستة كبيرة هنا، جيب اتنين، وخامتها جلد راقية. الشنطة دي فئة سعر 900 جنيه. الشنط التانية اللي معايا الشنطة دي من شركة ميجو، خامتها محترمة جدا. يعني هي ممكن عشان تصير موبايل قذر، إنما لأ، هي فاخرة جدا يعني. فيها دي جيب اتنين، وهنا دي فيها سوستة، وهنا سوستة، وهنا سوستة، وهنا سوستة. وبرضه يعني خامة الحزام آه يعني حلوة خالص. دي معايا شنط تاني، دي شنطتي القديمة من شركة النصر. ثواني اهي، بس طبعا بقالها سنين طويلة، جايبها من النصر الرياضي. كويس. أما الشنطة بتاعت البهدلة، جايب الشنطة دي من جولد وولف، دي برضه فيها سعر 900 جنيه، بس دي بتاعت بهدلة بصراحة، محترمة جدا. فيها جيب هنا، دي الكروت بتاعتي، وفيها جيب هنا برضو سوستة، وداخل السوستة في تلاتة، في جيب هنا، جيب هنا، وده لقلم، وهنا دي أصلا هي لللاب يعني. هتجي هنا في جيب اتنين، وده مبطن اللي معاك لاب بحد 17 بوصة، بس أنا بحط التابلت هنا ومبطن، يعني بحط التابلت هنا، بحط موبايلاتي هنا أو المحفظة لا، بحط موبايلاتي هنا صح، وبحط المحفظة قدام أو المفاتيح. ممكن أحط الكروت هنا، ودي دي عشان تعلقها في اللي هي شنطة السفر، اللي هي الإيد بتحطها بتدخلها في الإيد بتاعت شنطة السفر. بصراحة دي محترمة جدا، خامتها محترمة وشكلها شيك يعني. أنا عشان- أنا آسف، أنا بركز مع الشنطة، مركزتش معاكم. ماشي كده، وتفتح. هنا في مكان لللاب، يشيل معاك 19 بوصة، وفي جيبين هنا، وفي أدي جيب هنا كبير، وفي برضه جيبين داخلي، في جيب من الأمام. دي أنا بنزل بيها الشغل العادي، يعني مش مكان فاخر، بنزل بيها أي مكان، بحط فيها التابلت وموبايلي وحاجتي. دي طبعا بنزل اللي هي المشاوير العادية من ميجو. دي فئة سعر مش عارف، يعني حوالي 160 200 رينج ده، يعني حسب المكان اللي تشتريها منه. بس جامدة بصراحة، هي رحالة محترمة. في موديل جديد للرحالة شكله أحلى، لو معكش تابلت اشتريها. أنا معايا لاب، اللاب لما عاوز أطلع وأشيل حاجات وكلها أعمل إيه؟ معايا شنطة برضو. الشنطة دي أنا اشتريت كذا شنطة، بس دي اللي رسيت عليها. الشنطة دي 40 لتر، بتوسع كده، وهنا في سوستة خلفية. عدنا، آسف كنت بفصل المنبه بتاع الموبايل. دي أول سوستة، دي بتحط فيها هنا اللاب، ودي سوستة إضافية عشان تحط فيها تابلت. وأعتقد هنا في سوستة برضو من الخلف عشان تحط فيها أي حاجة. وبرضو نفس الحزام اللي هو بيتحط في الشنطة اللي هي شبه العجلة دي. وهنا دي مبطنة، وده حزام للتأمين.
هنا دي عراجة، وأعتقد من الأمام في أدي سوستة، سوستة برضه داخلها ده كابل الكاميرا. أدي الجيب وأدي الجيوب. بس نفتح الكبيرة، يعني دي المفروض إن أنت إيه تطلع منها تشحن. وأدي في إيد، دي التوسيعة، عايز تضيقها أو توسعها بتقفلها، التوسيعة بتقفلها كده عشان الحجم ما يصغر، عايز توسعها بتفتح التوسيعة. احنا فاتحين التوسيعة، نفتح بقى السوستة إيه الكبيرة. السوستة الكبيرة، الكبيرة 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 الكبيرة. دي السوستة الكبيرة عملاقة. دي أنا طبعا بشيل فيها المروحة بتاعت اللاب، وأحط فيه الكيبورد، أحط الماوس، أحط اللي أنا عايزه، كبير جدا طبعا. فدي معاك تشيل معاك أي لاب سفر وهكذا يعني. أنا دي آسف في اهتزاز، أنا عارف الجودة ضعيفة، أنا بصور بالموبايل بصراحة يعني، بس أنا أطلع الكاميرا. بس يعني دي الشنط اللي أنا بستعملها، دي لللاب لما حابب أركنه أو أشيله بدل ما بستعملوش، لكن أنا دايما سايبه مغطيه على الترابيزة. ودي الشنطة اللي بطلع بيها أغلب شغلي، يعني دي أغلب شغلي بطلع بيها. أحط هنا المحفظة، أحط هنا الكروت، أحط هنا الموبايلين، وهنا التابلت. عايز أحط مناديل، عايز أحط أي حاجة هنا في الجيوب دي أو في الجيوب دي، دي عملية جدا بصراحة. أما دي عادي، خروج عادي. في آخرها برضه خامتها محترمة، مش باينة، بس هي لأ محترمة وشكلها شيك يعني، لونها نفسه، بس هي مش باينة يعني، تحسها مغلوش عشان جودة التليفون قذرة شوية. أما دي حلوة خالص. أنا طبعا الشنط دي أحاول أعرض ليكم صور طبعا لكل شنطة منهم أثناء ما أنا بفتحها. بس الشنطة دي بقى فاخرة جدا وجلدها محترم برضو، وفي منها موديل أحلى من دي خالص، بس للأسف حجمه أقل، فمش هينفع للتابلت. ده يعني فيديو بطيء شوية، وأنا عملت له قطع ورجعت تاني حوار يعني، أنا آسف. المهم دي أول شنطة، دي من شركة رحالة، فئة سعر 900 جنيه. دي مميزة جدا، تشيل معاك التابلت والشياكة وشغلك كل حاجة. دي شنطة من ميجو، دي حوالي 160 ل200 250 بالكتير، بس خامتها محترمة جدا، وفيها جيب هنا وجيب هنا، وفيها سوستة هنا، فيها سوستة هنا، وفيها سوستة هنا، وفيها سوستة هنا. أما دي من شركة جولدن وولف، اللي هي تبع برضه الاي تي اي والرحالة والناس دي. ادي في جيب هنا، خامة محترمة، وادي جيب هنا بسوستة، وفي جو، وادي جيب كبير هنا تحط فيها اللاب بتاعك، وهنا تحط فيه موبايلك أو حاجتك أو ورقك. وهنا برضو في جيبين، يعني أنت ممكن تحط هنا اللاب، وهنا أوراقك، وهنا مثلا تحط موبايل يمين وموبايل شمال، وهنا ممكن تحط المحفظة والفلوس والمفاتيح. برضو في جيب هنا، برضو في سوستة أمامية لو عايز تحط. فدي بصراحة أكتر شنطة بحبها هنا. الشنطة الأخيرة دي، الشنطة دي من مينالي أو حاجة كده، برضو طبعا نفس الشركات دي، 40 لتر في الرينج ده يعني، وفيها توسيعة، وفيها ممكن تضيقها يعني، بحيث إن هي إيه لما تيجي تشيلها ومش حاطط المروحة وحاطط البتاع بس، ما يكونش حجمها إيه كبير. نشوف بس، صغرت شوية، حجمها صغر. أما بقى نفتح التوسيعة هتكبر، يعني دي التوسيعة بتكبرها. التوسيعة غالبا بتزود 20 لتر ولا بتزود كام، بس لا بتكبرها، زادت دي كلها. بس ده فيديو كده سريع، حبيت أشارك معاكم الشنط اللي أنا بستعملها، ولو حد عنده أي سؤال يتفضل في التعليقات، وانتظرونا في الفيديوهات القادمة. سلام.